إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا فيكم متابعين الأعزاء الأحباب. واليوم معنا أكلة حلوة ولذيذة من مشتقات لحوم الحبش، وهي يعني من اللحوم الطيبة والرائعة. طبعا نعملها زي ما انتم شايفين كده، لحمة حبش. هذه لحمة حبش فخذ وصدر، وهذه برضو من الحبش. ايش هي يا ترى؟ هذه هي بيضات الحبش. فأكلة طيبة ولذيذة. بنحط عليها تومة، بنحط عليها فلفل أخضر، بنحط عليها بصل، وطبعا شوية بهارات، وبنقلب زي ما انتم شايفين. طبعا بنسيبها على النار مع السيرج أو الزيت، بنقلبها لحد ما تستوي وتكون يعني طعمها طيب ولذيذ. تقريبا هيك استوت. طبعا بنحط اول شي لحمة الحبش في الاول لانها بتاخد وقت اطول، بعدين بنحط بيضات الحبش بعد ما نقطعها لقطع صغيرة زي ما انتم شايفين. يعني طبعا احنا دقنا لحمة الحبش لقيناها استوت، والبيضات حطيناها بالاخر. بدنا نشوف كيف استوت كده بالمعلقة. بنعمل هيك تنقسم بسهولة. نعمل هيك بتنقسم بسهولة، معناته استوت. ممكن نحط عليها كمان شوية بندورة. شايفين كيف؟ نحط عليها شوية بندورة برضو، بتكون المكونات هيك متكاملة وطيبة ولذيذة. وبنخلط البندورة. طبعا هيك استوت لحمة الحبش مع بيضات الحبش. بنحط عليها البندورة، بتعطيها مذاق طيب ولذيذ. بنسيبها شوية 5 دقايق كمان لحد ما تستوي، أو لحد